في مرات ابن سوسة بتبقى داخلة عيلة جوزها عندها شوية أهداف، تولع الدنيا في بعض، تقطع العلاقات، تتخانق مع سلايفها، تقاطع حماتها، وتكره الإخوات في بعض. قادرة على توقيع شعب في بعضه، مش بس عيلة، لا شعب كامل. تلاقيها في كل حاجة هي بعيد وساكتة وما بتتكلمش، وهي موقعة البيت كله في بعضه. هي شايفة إنها بكده هتقدر تستولى على جوزها وتاخده لنفسها وتعيش مرتاحة، والحقيقة عكس كده، مش هترتاحي. ليه المشاكل؟ يعني هم يبقوا بيعاملوكي كويس وانت تدوري على المشاكل؟ دي نعمة كبيرة جدا غيرك بيتمناها، ان عيلة جوزك يبقوا ناس محترمين، وفي الاخر الزوج هو اللي في النص. ارحموا الزوج شوية، ارحمي جوزك شوية. ولما تبقى الزوجة كويسة نلاقي الام هي اللي بتضغط على ابنها وبتتخانق معاه وبتسخنه على مراته عشان هي مش طايقاها ومش بتنزل لها من زور مع انها كويسة. ارحمي ابنك شوية. لازم الطرفين يفهموا انهم مش في حرب مين فيهم اللي هيكسب، يفهموا ان كل طرف فيهم ليه حبه واحترامه من الزوج.